السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شيوة حسونة في فيديو جديد. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجدو البطبوط عامر بواحد الحشوة اللي هي ساهلة وخفيفة وزوينة. عندي هنايا لهاد البطبوط جوج زلايف ديال الفينو وزلافة وحدة ديال الفورس. عندي هنايا الملحة والخميرة اللي دوبت قبل في شوية د الماء دافي، خميرة حبيبات او المعجنة اللي متوفرة عندكم. هنا غادي نعجن العجينه ديالي بالماء دافي بطبيعه الحال. غادي نجمع العجينه وما غاديش ندلكها دابا، غادي غير نجمعها ونخليها ترتاح شويه. هنايا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح واحد شويه. من بعد هنا ما ارتاحت غادي ندلكها شويه ونشربها عاوتاني بشويه د الماء باش تجينا العجينه مرخوفه وتجي رطبه على هذا الشكل كيف كتشوفوا. انا هنا تعمدت نسرع الفيديو باش ما يجيش هنا الفيديو طويل. هنا غادي نخليو العجينه عاوتاني ترتاح، نوجدوا لها الحشوه اللي هي عباره على جوج الانواع ديال الفرماج. هنايا عندي الموتزاريلا والفرماج غودا. هنا مع الاضاءه هو داك فرماج غودا راه اللون ديالو صفر، لكن مع الاضاءه كيبان هنا شويه بحال باهت. عندي جوج الانواع او نوع واحد اللي بغيتو. عندي هنا قزبر معدنوس منشف ومقطع. عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. كتجي لذيذه هاد الحشوه في هاد البطبوط هذا. انا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي نقطعها كويراتها كيف كتشوفوا. غادي نكورها. نكورها هنا كويرات كامله. من بعد هنا ما كورتها غادي نخليها ترتاح واحد شويه حتى هي، نغطيوها ونخليوها ترتاح. وهنا من بعد ما ارتاحت لينا العجين ديالنا غادي نبدا باول وحده. غادي نرش سطح العمل. هنا بطبيعه الحال سطح العمل راه نظيف. غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الطحين، ضروري نستعنوا بشويه ديال الطحين. ونقرص كيف كتشوفوا غير شويه، ما نخليهاش ما نرققهاش من الاول. ونوضع فيها الحشوه ديالنا. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف ومعلكه. نعمرها مزيان لان كيف كتعرفوا الفرماج كيذوب مع السخونيه مع ملي غادي نقرصو غادي ما يبقاش بحال هكا عامر بزاف. ونجمعوا الكره ديالنا بهاد الطريقه هذه. ونسدوها مزيان باش ما تحلش لينا العجينه ديالنا. نرشوه هنا بشويه ديال الطحين ونخليو الكره ترتاح على ما نوجدوا العجين اللي عندنا كامل. نعاودوا بنفس الطريقه في العجين الثاني اللي عندنا. عمرو بالفرماج مزيان. ونجمعوا العجينه ديالنا. نجمعوها مزيان. ونخليو العجينه ديالنا ترتاح. انا من بعد ما كملت الكورات ديالي كاملين انا غادي نبدا باول وحده. دائما نبداو باول وحده. غادي نقرصوها مزيان
بعد ما ارتاحت غادي نقرصوها مزيان. هنايا انا شويه درتهم رقيقه، رققت العجينه بزاف. المهم هنا السمك تيبقى حسب الاختيار، الا بغيتو تخليوها شويه ماشي رقيقه ممكن. انا هنايا رققتها مزيان كيف كتشوفوا، قرصتها بحال هكا، وما جاو شويه بطبيطات شويه صغيورين ما جاوش كبار. نعاود ثاني نعاود نقرص الثانيه. هانتوما كيف كتشوفوا، ونخليوها عاوتاني تعاود ترتاح شويه. هنا بعد ما كملت غادي نغطيها بواحد المنديل، نخليها هنا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، وندوزو مباشره من بعد ما ترتاح ندوزو نطيبوهم مباشره. هنا خديت المقله خليتها حتى سخنات مزيان، بطبيعه الحال هنا عافيه تكون مهيله، ما تكونش عافيه مجهده باش ما تحرقش لينا المسمن البط ديالنا. ونبدا نرمي ونقلب شويه بشويه ونبدا نحرك فيها. علاش؟ باش ملي نبدا نحركها هكا ونبدا نقلب تنفخ البطبوطه، تنفخ تجي بحال هذا الشكل هذا، بحال كنعاونها. هانتوما كيف كتشوفوا هي تنفخات. وهنا الا بانت لكم شي بليصه تفتحات ممكن تسدوها تستعينوا بهذيك المعلقه تسدوها بها باش تنفخ. هنايا عندي البطبوطه الثانيه انا ندير ليها نفس الشكل هكا، نبقى نعاونها بيدي بحال هكا ونبقى نقلب. هانتوما كيف كتشوفوا كتنفخ. انا زدت غير واحد شويه بانت لي العافيه مهيله، زدت فيها واحد شويه تكون عافيه متوسطه. وهنايا نبدا نقلب البطبوطه ديالنا، وانتما كيف كتشوفوا جات محمره مع الاضاءه هنا ما كتبانش مزيان. ونوضعها في شي منديل. هنا من بعد ما وجدت البطبوط ديالي كامل وطيبته كيجي على هذا الشكل هذا. نفتح معكم واحد الوحيده، هانتوما كيف كتشوفوا كيجي معلك، ومع ديك التقطيعه ديالو والفرomاج كيجي هكا بحال معلكه وخلاص. كيجي بطبوط زوين ولذيذ. صدقوني غادي يعجبكم الا جربتوا هاد الوصفه، غادي تعجبكم. نتمنى هاد الوصفه تكون راقتكم ونالت الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.